عار وفضيحة، لابورتا ينفجر ضد التحكيم ويستشهد بريال مدريد. خوان لابورتا يعلن بوضوح عن قرار مفاجئ طرد ليفاندوفسكي في نهاية الموسم ويضع ثنائي هجومي عالمي على أجندة ديكو في الميركاتو المقبل. برشلونة يضع شروطا لإعارة راشفورد في فترة الانتقالات الشتوية. كومو يعرض 10 ملايين يورو لبرشلونة من أجل لاعب مهمش. إلى التفاصيل. انفجر خوان لابورتا رئيس برشلونة ضد طاقم التحكيم في مواجهة الفريق أمام خطف السبت الماضي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني، ورغم التقدم بهدف مبكر عن طريق جولكوندي في الدقيقة 9، إلا أن برشلونة فاشل في تحقيق الفوز وتعادل هدف لهدف لتتعقد حساباته في المنافسة على لقب الليغا. وقال لابورتا في تصريحة نقلتها صحيفة سبورت: أداء التحكيم في خطف عار، عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كوندي فضيحة، يجب أن تكرر ذلك أكثر من مرة. وسأل مراسل سبورت لابورتا عما إذا كانت ركلة جزاء كوندي تشبه ركلة الجزاء التي احتسبت لأنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد. لم يتردد رئيس البارسا بالضبط. ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا وبرصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو الوصيف و7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر. يبدو أن أيام روبرت ليفاندوفسكي في نادي برشلونة تقترب من نهايتها، رغم أن أرقام المهاجم البولندي لا تزال مرضية إلى حد ما، إلا أن أداءه بدأ يعاني مع مرور الوقت. بالنسبة لديكو المدير الرياضي للنادي، فإن الأولوية واضحة، يجب أن يكون هذا الموسم هو الأخير لليفاندوفسكي كقائد لهجوم برشلونة. في برشلونة يعتقد أن الاعتماد على ليفا على المدى الطويل ليس مستداما، وعلى الرغم من تسجيله للأهداف وقيادته لهجوم الفريق منذ انضمامه، إلا أن المتطلبات الجسدية لهذا الدور بالإضافة إلى تقدمه في السن بدأت تؤثر على أدائه. ويعتقد ديكو بالتعاون مع الطاقم الفني بقيادة هانز فليك أن الوقت قد حان لإجراء تغيير في الخط الأمامي للفريق، مع التركيز على ضم لاعب أصغر سنا وأكثر ديناميكية يتناسب بشكل أفضل مع أسلوب اللاعب الحالي. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة الناسيونال الإسبانية، فيما يخص بدائل ليفاندوفسكي، يعمل لابورتا بالفعل على تحديد الخيارات المتاحة. من أبرز الأسماء في القائمة هو فيكتور جوكيريس المهاجم السويدي الذي يقدم أداء مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز. في سن 26 يعتبر جوكيريس الخيار المثالي لبرشلونة بفضل شبابه وقوته البدنية، مهاراته الفنية وقدرته على الانضباط بالهجوم. بالإضافة إلى ذلك سيكون سعره أكثر معقولية مقارنة بالخيارات الأخرى في السوق. اسم آخر في القائمة هو ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والذي جذب أيضا انتباه هانز فليك ولابورتا. يتميز إيزاك بقدرته على اللعب في مواقع هجومية متعددة، إلا أن التعاقد معه سيكون أكثر تعقيدا نظرا للتكلفة العالية التي يتطلبها الانتقال من النادي الإنجليزي. بين الخيارين يبدو أن جوكيريس هو الأوفر حظا. يعتقد لابورتا أن أسلوب لعبه يتناسب بشكل مثالي مع فلسفة فليك، والذي يركز على التنقل، الضغط العالي وخلق المساحات. بالإضافة إلى ذلك سيمنح سعر جوكيريس المعقول برشلونة الفرصة لتلبية احتياجات أخرى في سوق الانتقالات. إن رحيل ليفاندوفسكي سيمثل نهاية مرحلة هامة، ولكن برشلونة مقتنع بأن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تنافسيته على أعلى مستوى. ومع استمرار عقد ليفاندوفسكي سيعتمد مستقبله إلى حد كبير على العروض التي قد ترد في الصيف المقبل. وفي الوقت الراهن من الواضح أن ديكو لديه خطة محكمة ولا ينوي إضاعة الوقت في تنفيذها. يعد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الهدف الأول لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أبرم النادي الكتالوني اتفاقا مبدئيا مع اللاعب الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في 30 يونيو. ومع ذلك يواجه برشلونة تحديا رئيسيا يتلخص في ضرورة تحرير الأجور لتلبية متطلبات اللاعب النظيف المالي، وهو ما قد يؤثر على سير الصفقة. وتبلغ قيمة راتب راشفورد السنوي 18 مليون يورو، ومع الاتفاق المبدئي مع برشلونة يتوقع أن يتحمل الأخير نحو نصف الراتب حوالي 9 ملايين يورو خلال النصف الثاني من الموسم. لكن يبقى الأمر مرهونا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لتقليص هذه القيمة، حيث يعتبر المدرب روبن أموريم أن راشفورد ليس ضمن خططه المستقبلية.
وفي هذا السياق سيكون على برشلونة إجراء تعديلات في تشكيلته لإفساح المجال الإنجليزي، ويبدو أن إيريك غارسيا هو الأقرب للمغادرة، حيث تلقى عرضا للعودة إلى جيرونا في صفقة نهائية تقدر بنحو 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو متغيرات. ومن المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تسهيل الصفقة جنبا إلى جنب مع المدخرات المترقبة من تخفيض راتب إيريك. يذكر أن برشلونة أمامه حتى 30 من فبراير المقبل لإتمام صفقة راشفورد أو التعاقد مع لاعب هجومي آخر، مما يزيد من أهمية هذه الفترة الانتقالية للنادي، والذي يسعى لتعزيز صفوفه استعدادا للنصف الثاني من الموسم ومنافسات الألقاب. كشف الصحفي الإيطالي جان لوكا دي ماريزيو عن بدء نادي كومو الذي يدربه لاعب برشلونة السابق سيسك فابريغاس مفاوضات مع برشلونة لضم مدافع الفريق إيريك غارسيا. العرض الأول الذي قدمه كومو يبلغ 10 ملايين يورو، وهو المبلغ ذاته الذي كان جيرونا ينوي دفعه للتعاقد مع اللاعب، لكن برشلونة يعتبره غير كاف للبت في الصفقة. وعلى ضوء ذلك يتوقع أن يرفع العرض من جانب كومو لضمان إتمام التعاقد، خاصة أن إيريك غارسيا يرغب في العودة إلى جيرونا، حيث أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم مستويات مميزة. وأكد كيكي غارسيا المدير الرياضي لنادي جيرونا على الاهتمام بإيريك غارسيا في وقت تزايدت فيه التقارير حول انضمام ريال سوسيداد أيضا إلى السباق. وبينما لا يزال برشلونة يخطط لإعارة اللاعب أو بيعه، يتعين عليه اتخاذ قرار سريع من أجل تفادي تكدس الأجور في ظل استراتيجية اللاعب الناظف المالي الذي يتبعه النادي. من جانب آخر أشار دي ماريزيو إلى أن كومو قد يصبح المنافس الأبرز في السباق على إيريك غارسيا، مع العلم أن المدرب هانز فليك كان قد أبدى في البداية ترددا بشأن رحيل اللاعب. فليك يفضل بقاء إيريك غارسيا في الفريق، لكنه مستعد للموافقة على خروجه في حال تعافى الثنائي رونالد أراخو وأندرياس كريستنسن من إصابتهما، مما يمنح برشلونة القوة الكافية في قلب الدفاع. أما بشأن إنسو فاتي فقد تم تداول أخبار عن اهتمام كومو بالتعاقد معها، إلا أن سيس فابريغاس سارع بنفي هذه الشائعات، مما يعكس التركيز الكامل على صفقة إيريك غارسيا في الوقت الراهن. وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية تحت قيادة هانز فليك، أصبحت جلسات التنشيط الصباحية يوم المباراة جزءا أساسيا من تحضيرات برشلونة، سواء كانت المواجهة في الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا. فليك يحرص على عقد هذه الجلسات التي تجمع بين الجوانب البدنية والتكتيكية، وهي فلسفة واضحة لا تقبل التفاوض. الصحيفة سلطت الضوء على أهداف هذه الجلسات كما يلي: تنشيط العضلات والمفاصل، يتم تنفيذ تمارين خفيفة، استخدام أشرطة مطاطية، أوزان صغيرة وحركات بسيطة تهدف إلى تنشيط العضلات ومنع الجمود. تعزيز الجاهزيات، تساهم هذه الجلسات في تهيئة اللاعبين بدنيا وذهنيا قبل المباراة، خاصة وأن عمليات الإحماء على أرض الملعب تكون محدودة بوقت قصير قبل انطلاق المباراة. مراجعات تكتيكيات أخيرة، يستغل فليك هذه الجلسة لمراجعة النقاط التكتيكية الأساسية سواء بشكل جماعي أو عبر محادثة فردية مع اللاعبين حول أدوارهم في المباراة.